السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع. كما عرفت أن الصحف المغربية والوطنية والإعلام المغربي بصفة عامة لا حديث إلا عن ديربي البيضاء، ديربي الوداد والرجاء. كما كنعرفوا فالوداد والرجاء قاطرة كرة القدم الوطنية، أحب من أحب وكره من كره، وعندهم واحد القاعدة جماهيرية كبيرة وكبيرة جدا. شفتوا البارح الملعب مملوء عن آخره، أن الجماهير حضرت يعني ساعات قبل بداية اللقاء. فتحية لجماهير البيضاء بكل صراحة. فإن ما كيكون فريق من فروق البيضاء في حاجة ماسة الجماهير ديالو وإلا كتحضر يعني بأعداد غفيرة. فتحية لجماهير البيضاء. بكل صراحة فرجة شفناها ولكن في المدرجات، بكل صراحة لا فصيل الوينرز ولا فصيل ديال الرجاء أعطونا يعني فرجة في المدرجات. كانوا تيفوات وكان تشجيع منذ بداية اللقاء إلى نهاية اللقاء، والحمد لله المقابلة سالت يعني حتى الجماهير بروح رياضية، ما كاين لا اشتباكات، ما كاين حتى شي حاجة، وهذا الشيء اللي كنا كنتمنوه وهذا ما يثلج الصدر. فيعني خص يكون واحد التفاهم بين جماهير البيضاء، كل واحد يشجع فرقته ملي كتسالي المقابلة، كل واحد يمشي لداره بسلام. كيما غنهضروا على المقابلة بكل صراحة ما فيها شي حاجة باش نهضروا عليها. مقابلة رديئة دون المستوى، يعني أنا نعطيها معدل 3/10. يعني أسوأ ديربي، رغم أن الدربيات الأخرى كانوا كيتقام خارج البيضاء وما إلى ذلك وفي العرض والزول كان كيكون أحسن من هذا الديربي. ما شفنا حتى شي حاجة. بالنسبة للمقابلة يعني فيها 10 دقائق الأولى محاولة كانت ديال فريق الوداد في الدقائق الأولى، يعني ما تعاملش معها بنجاح. يعني هذه المحاولة هي اللي كانت. فبالنسبة للرجاء حتى هي عندها محاولة أخرى من بعد هذه المحاولة، يعني في الدقيقة 8 على ما أعتقد. من تما مبقينا شفنا شي حاجة أخرى سميتها الكرة. من الدقيقة 10 اللي دار يعني جمهور الرجاء داك، رماو بالشوب الاصطناعي وداك الكراكاج ووقفوا المقابلة واحد 10 دقايق. ما بقاتش بانت لي أنا شي فرقة سميتها الرجاء، بقاو تما ما بقاوش. يعني بكل صراحة فالمقابلة ما فيها حتى شي حاجة، ما كاين حتى شي حاجة اللي نعاودها. بالنسبة لي أنا مقابلة رديئة ورديئة جدا لا ترقى. جميع اللاعبين دون المستوى. أنا بالنسبة لي مفيد من نهار دار يعني واحد اللقطة، هاد اللقطة اللي سميتو صافي ما بقاش بان ليا مفيد، يعني مشى. بالنسبة لي جميع لا الأظهرة ديال لا الوداد لا ديال الرجاء لا بولكسوت لا بالعمري لا مفيد لا بوشتا لا اللاعبين ما كانوش حتى واحد ما كانش. جميع اللاعبين دون مستوى، ما كاين حتى شي حاجة. الجماهير اللي كانت يعني نقطة ضوء، ولكن عندي مؤاخذة على هاد الجماهير حتى هي، لأن كتهرس الريتم هذاك. الشهوب الاصطناعية ما عندها حتى قيمة. كنا يعني التيفوات والأهازيج والتشجيع مرحبا. بالنسبة ليا باش توقف المقابلة 3 4 د المرات 10 دقايق راه ما بقاتش مقابلة. ولكن هاد الشي راه ماشي راجع حتى للجامعة الملكية خص تصدر قرارات. يعني ماشي أي واحد من هب ودب يدخل لينا حنا الشهوب الاصطناعية، راه ماشي واحد ماشي. راه خناشي دابا دخلوا البارح، راك شفتوا العافية. ما فهمتش أنا يعني دخان يعني مدينة بزاف هادشي عاوتاني. ما يعني خص تكون مراجعة بالنسبة للفصيل لا الوينرز لا ديال الرجاء، خص يراجعوا الأوراق ديالهم. التشجيع بهاد الطريقة مرفوض، ما كيعطيش. بالنسبة لي أنا الرأي ديالي ما كنهضرش على شي، ما أنا بالنسبة لي ما كيعطي حتى إضافة، بالعكس كيهرس الريتم. والمقابلة كيما قلت ما كاين فيها حتى شي حاجة، فيها الطيح أكتر من النايض، طيح وطيح طيح وطيح. هادشي اللي شفنا. الرجاء ما عودناش على هذا الأسلوب ديال اللعب، يعني بحال الأسلوب ديال الأولمبيك أسفي سابقا اللي كانت ها السداري طيح، خافي مقدم خفيفي، يعني بولكسوت النفاتي، يطيح هذا ينوض هذا يطيح هذا كيديروا النوبة. ما عرف واش المدرب كيقول لهم داير لهم الترتيب إلا طاح هذا يطيح هذا، ما فهمتش. بزاف يعني داكشي ما بقاتش مقابلة. زيادة على هذاك التوقفات ديال الشهوب الاصطناعية، فيعني المقابلة ما فيها حتى شي حاجة ما تجاب. بالنسبة لي مقابلة أسوأ من عادية، مقابلة دون مستوى. مدربين كما قلت أنا سابقا، راه 8 شهور قلت غادي تمشي مقابلة بالتعادل، لأن مدربين غيكونوا يعني كل واحد غيخاف من الهزيمة. بعد مقابلة تصريح ديال بن هاشم كيأكد اللي قلت، بأن يعني قال لك بأن حنا
مع السيتو مع جوفنتوس وما درناش هكا وما كنطيحوش. يعني هرسوا الريتم، واخا انا ماشي متفق 100% مع بن هاشم. هاد التصريح ما عنده حتى علاقة. خصك انت تشوف فرقتك، قد فرقتك، طريقة اللعب ديالك، ما تشوفش في الآخرين يطيحوا ولا ينوضوا ما شغلهم هذاك. أنا استغربت بكل صراحة من سميتو. اللي عجبني بكل صراحة هو التصريح ديال بانون، اللي بدا كيوعى شوية ما بقاش كيما السابق. يعني مرر الرسالة ديالو بأدب باحترام. وهذا هو اللي خصو يكون. المدربين ولا عامل الفريق ولا اللاعبين خصو يكونوا يعني واعيين شوية، وما خصو يجوا الجماهير. اللي بغى يدير تصريح يدير تصريح يليق به هو، لأن غيبقى للتاريخ. ماشي داك يعني التعاليق الصبيانية نكراشي هذا ونضرب هذا. هادشي اللي كاين في هاد الديربي. الديربي يعني بكل صراحة لا يرقى لمستوى تطلعات جماهير البيضاء. نقطة ورجع الصر. بعض المنابر إعلامية خرجوا كيقول لك، يعني بكل صراحة أنا استغربت، ومنهم يعني بيضاوة. يقول لك لا برصتوا لنا رؤوسنا القوى الضاربة، يعني حنا اللي كاينين وفعلا راه الوداد والرجاء هي اللي كاينة في المغرب، أحب من أحب وكره من كره. إحصائيات اللي كتهضر مثلا عصبة الأبطال كاينين 6 في كازا وحدة في المغرب كامل. جمعوا كامل المغرب تلقاه عصبة وحدة و6 كاينين في كازا. نجيو البطولات كاينين 34 بطولة في كازا. أنا نحسبوها ندوزو الرجا 34. يلاه حسب ليا الباقي. يعني ما نهضروش من فراغ. فالوداد والرجاء فريقان كبيران. ما نشوفوش يعني إلا ما كانوش مقابلة ديربي في المستوى نقولوا راه هاد الفرق يعني ما لا، العكس خصهم الدعم. الجامعة الملكية المغربية خصها تفكر لهاد جوج فروق في ملاعب خاصة. يكون أموال. ما يمكنش حنا مثلا فروق الوداد والرجاء يعني تمول من الجماهير العامة ديال كازا. بكل صراحة يعني كانت في المستوى، رغم بعض المناوشات بعض الأطفال الصغار اللي قبل انطلاق المباراة كانت يعني رشق بالحجارة بيناتهم وأدت لمشاكل. هرسوا يعني سيارات ديال الأشخاص، وهذا الشيء ما خصوش يكون. عندنا شنو الذنب ديال هذوك الناس اللي درست لهم السيارات ديالهم. ولكن بصراحة على العموم أنا فرحان لأن الديربي يعني سير بديك الطريقة. الجماهير ما كانتش مناوشات لا كانت حتى شي حاجة. هذا هو الأهم. مقابلة سالات. يعني نفكروا في المقابلات الجاية. نقطة ورجع الصاد. مرة كتكون في المستوى، مرة ما كتكونش في المستوى. هاد المقابلة كيكون فيها مزيان عادي جدا. على الفريقين مراجعة أوراقهم ليستعدوا مزيان للمقابلات القادمة، لأن البطولة مازالت طويلة. والتوفيق إن شاء الله للفريقين، لا الوداد لا الرجاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.